في واحدة منزلة على النت ان في قط عرضة لي يعني للتبني، فرحت خدت القط اعتقادا ان هو قطة مش قط. فلقيت البنت مديهولي في كرتونة كده فخدت القط. طبعا هو قط شيراز ابيض. فخدت القط في الكرتونة ورحنا ادينا له شاور ونزلنا بيه للدكتور والدكتور قال القط نضيف وقط بيت، وهو يا اما متسرب يا اما هو هربان، بس هو غالبا متسرب يعني. المهم خدت القط وبدأت اعتني بيه وقعدوا معايا، وهو كان عنده جزع في رجله في ايده الشمال. الدكتورة قالت 4 5 ايام وهيخف. القط ده بقى فيه حاجة غريبة، كل ما اكله يعيط. يعني كل ما انا اقعد اكله يعيط. فيا جماعة لو انتم منتوش قد التربية ما تربوش حيوانات. اللي مش قد ان هو يربي حيوان ما يربيش حيوان، لان دي نفس بتتعذب وبتتألم وما بتعرفش تعبر. تعالوا نشوف سلطان وانا باكله وهو بيعيط، يعني حاجة قمة تقطع القلب بصراحة. سلطان، انت بتعيط ليه يا سلطان؟ بتعيط ليه؟ ليه بتعيط؟ ليه بتعيط؟ ليه بتعيط؟ بس 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 بس. ليه بتعيط؟ ليه كل الدموع دي ليه؟ ليه يا سلطان؟ بس. سلطان. سلطان. ليه كل الدموع دي يا سلطان؟ ليه كل الدموع دي؟ ليه كل الدموع دي؟ ليه كل الدموع دي؟